انا بحب الكلاب من وانا صغير، يعني جبت الكلب ده من واحد صاحبي. بربي كلاب من وانا عندي 6 سنين، بس قعدت فتره تقريبا بتاع 10 يعني من سن 12 سنه ل 28 تقريبا ما بقتش اربي كلاب. انا من وانا صغيره بحب الكلاب عامه، مش بقى سي ان انا حراسه وان انا يبقى لا، انا بحبهم اساسا. انا كحيوانات انا بحبهم. كلب صاحبي ده كان مسافر والكلب بتاعه ما كانش عارف يشيله فين. عرض عليا يعني ان انا احط الكلب عندي لمده بس شهر لحد ما هو يرجع من السفر. ابني طبعا عنده تقريبا 5 سنين ونص، اجبرني ان انا اجيب كلب. شوف التجربه عامله ازاي، في نفس الوقت قاعدين نجربها. لو احنا ما عرفناش ثقافه الحيوان، نعرف نتعامل مع الحيوان سيكولوجيا ازاي، الحيوان هيعاني زي ما احنا ما البني ادم ما بيعاني بالذات. لان انا ما بديلوش احتياجاته وما بربيهوش التربيه اللي هو بطبيعته لو كان في الغابه، زي ما كان لو كان كلب او في الشارع او اي حاجه. احنا ما بن يعني لو انا ما وفرتلوش الاحتياجات الطبيعيه، خاصة ان انت لما بتجيب حيوان في البيت انت دلوقتي بتعامله معاملة مختلفة لو هو كان في الشارع او كان في بيته الطبيعية. انت بتغير البيئة، بتغير الاكل، فلو انت ما اهتمتش بيه كل دي معاناة هو هيعانيها لو انت فعلا ما اديتلوش الاحتياجات بتاعته. كتير جدا عشان بقى هو في مكان مقفول، تلاقيه لو الباب اتفتح يطلع يجري بره في الشارع. اصل انت بتبقى محبوس. انا بقول لحضرتك هو بمعاملته زي معامله البني ادمين بالظبط. الكلب بيبقى مزعج لانه بيقعد يهوهو، لانه عايز يتفك، هو مش قادر اللي هو يفضل قاعد مخنوق، بيقعد يهوهو، بيزهق من الهواء بيقعد يعيط. على طول في الجنينه تلاقيه بيحفر الجنينه، يطلع الزرع من الارض ويطلع يقعد جوه الحوض بتاع الزرع الصغير، يوقع بقى الطوب، يعمل اي حاجه. وهم صغيرين المشكله عندهم ان هم لما بياكلوا اي حاجه، بيشربوا اي حاجه في البيت، فهو بيبقى بيعمل تواليت في البيت. هي دي اكبر مشكله كانت بالنسبه لي وهو صغير، ان هو ماشي في البيت كله بيعمل تواليت، مش بيعملها في حته معينه، هو كمان بيعمل في البيت كله. اديله امر ما بينفذوش، تعالى ما يجيش، هو عايز الربع ساعه او النص ساعه اللي انا خلاص مطلعه فيهم دول هو يبقى عايش حياته من غير اوامر او من غير كلام. وانا ما بحبش الكلب، لا عمري ما اجيب كلب لان مشاكله صعبه، بس في نفس الوقت لو انت بتحب الكلاب فانت هتستحمل بقى قرف الكلاب نفسه. اي حد فينا بيجي يشتري كلب، يشتري كلب عشان عايز يشتري كلب، عايز يجيب هديه لواحد صاحبه، عايز يجيب يهادي حد من قرايبه، فبيجيب له حيوان يسليه في البيت. قصه ان هو يسليه في البيت يعني من ناحيته هو بس بيستمتع بالحاجه، ما بيبصش الناحيه الثانيه ان الحيوان فعلا مستمتع بيعدي حياته الطبيعيه ولا لا، ما بيبصلهاش خالص. لازم اهتم بيه لما الحاجه دي تتعب، ابقى متابع، يبقى في عندي فوكس على الكلب، اشوف الكلب بيتعب ما بيتعبش، بياكل كويس ما بياكلش كويس، الانرجي بتاعته في قمه طاقته مش في قمه طاقته. دي مهمه جدا، والا في الاخر هوصل لمرحله ان انا جايب حاجه عشان انا اتسلى بيها، هي مش مستمتعه بحياتها، هي مسيره مش مخيره، انا جبتها غصب عنها وحطيتها عندي في البيت وبناء عليه انا بتعامل معاها زي ما انا عايز، فهو كده الحيوان هيعاني. يبقى انا بعاني بره في شغلي وبعرف حياتي، ويوم ما باجي عشان انبسط الحيوان اللي معايا اللي هيبسطني هو كمان بيعاني.